السجاير اتجننت. السجاير اتجننت. عاد عليا قدام ربنا هبطل السجاير خالص. اخر مرة اشرب فيها سجاير يا اولاد 60 كلب. بتزيد في اليوم، الصبح 5 وبالليل 5. ده عشان ايه يعني؟ ان شاء الله يعني. وفين الرقيب على الكلام ده؟ يعني فين اللي بيراقب الكلام دوت؟ كل يوم 5 جنيه زيادة. تخيلوا، دي كانت ب35 بقت ب40 بقى ب45 بقت 50 بقت 55. علبة سجاير الكليوباترا بتاعت الغلابة النهاردة ب50 جنيه. ملعون السجاير على اللي هيشربها. في 60 داهية السجاير يعني. احنا كلنا نعمل مقاطعة على السجاير. السجاير اتجننت يا جماعة. ليه؟ ليه النهارده نصرف 50 جنيه في علبة السجاير يعني؟ انا بعد ما جبتها ندمت والله العظيم ان انا جبت علبة سجاير ب50 جنيه. طب ما عيالي اولى، بيتي اولى. فين الدولة وفين الرقابة على الكلام ده؟ 50 جنيه يا نهار اسود. ما هو 50 جنيه النهارده كانت الاول بتجيب نص كيلو لحمة، النهارده مش هتجيب حتى ربع كيلو لحمة. ليهم حق يعملوا اللي هم عاوزينه، محدش بيراقبهم، محدش ماشي عليهم، محدش بيحاسبهم. بطل السجاير يا عم، انا هبطلها. ادي علبة السجاير اهي في الزبالة. اخر مرة، مش هتحصل وهتتكرر تاني. لان احنا بقينا ملطشه في ايد التجار دلوقتي وفي ايد الناس اللي تتحكم فينا. اخر مره اشرب سجاير. حرام علينا يعني، عيالنا اولى بيها يعني. ايه يا عم القرف اللي احنا فيه ده؟ ولا حد بيراقب ولا حد بيحاسب. مش هشرب سجاير تاني.